السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهارده عندنا أول حلقة من بلاي ليست الجيناتيك انجينيرنج الهندسة الوراثية. قبل ما نفهم الهندسة الوراثية ونعرف الابلكيشنز بتاعتها، لازم نعرف إيه التولز اللي بستخدمها عشان نعمل جيناتيك انجينيرنج، عشان نعمل الهندسة الوراثية. عندنا 3 تولز اوف جيناتيك انجينيرنج. هم أول حاجة عندنا ريستريكشن انزيمز اللي هي الانزيمات القطع. تاني حاجة عندنا الدي ان اي لايجيز، ده الانزيم اللي بستخدمه عشان أعمل لايجيشن. تالت حاجه عندنا هي الفيكتورز وهي النواقل. يبقى دول عندنا 3 تولز اللي لازم نعرفهم. بعد كده ندرس علم الجيناتيك انجينيرنج. اول حاجه هنبتدي بيها ان شاء الله هو ريستريكشن انزيمز. ان شاء الله في الحلقه دي هنتكلم على ايه هي ريستريكشن انزيمز، ايه الميكانيزم بتاعت الريستريكشن انزيمز عشان تعرف الريكوجنيشن سايت بتاعه عشان تعمل كليفج للدبل ستراند دي ان ايه، وفي الاخر هنعرف النيمونكليتشر اوف ريستريكشن انزيمز، تسميه الريستريكشن انزيمز. اول حاجه عندنا ايه هي ريستريكشن انزيمز؟ الريستريكشن انزيمز عباره عن اندونيوكليسيس انزيم. يعني ايه اندونيوكليسيس؟ اندونيوكليسيس معناها انها بتقطع انسايد الدبل ستراند دي ان ايه، ما بتقطعش اكسونيوكليز. اكسونيوكليز معناها ايه؟ انها بتقطع على الاطراف. لا، اندونيوكليز بتقطع انسايد الدبل ستراند دي ان ايه. طب هي عباره عن ايه؟ دي عباره عن انزيمز بيحصل لها بروديوسد باي بكتيريا، البكتيريا بتنتجها. طب البكتيريا بتنتجها ليه؟ البكتيريا بتنتج ريستريكشن انزيمز كديفنس ميكانيزم اجينست الانفيدر، ضد الاعداء. طب ايه اعداء البكتيريا؟ البكتيريوفاج، الفيروس. لما يجي عندنا الفيروس عايز يخش في اللايتك سايكل، عاوز يستخدم البكتيريا سيل دي كهوست سيل عشان يعمل ايه؟ يعمل ريبليكيشن. فيجي يدخل الجينوم بتاعه اللي هو الدي ان اي بتاعه. فالبكتيريا عاوزه ايه؟ عندها خط دفاع اللي هو ريستريكشن انزيم، تقوم عامله ايه؟ بروديوس ريستريكشن انزيم عشان يعمل ايه؟ يعمل كليفج للدي ان اي اللي هو الانفيدر الغريب. ده كده بالنسبه عندنا الريستريكشن انزيمز. يبقى طبيعه الريستريكشن انزيمز عندنا هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن اندونيوكليسيس. طب هي ايه؟ هي انزيمز produced naturally by bacteria، بتتفرز عن طريق البكتيريا as part of their defense mechanism against invader. ده عباره عن ايه؟ عباره عن خط دفاع للبكتيريا ضد الانفيدر اللي هو ايه؟ اللي هو الفيروس البكتيريوفيج. دي كده بالنسبه لاول حاجه عندنا. طيب ازاي بقى الريستريكشن انزيم ده بيعمل كليفج للدي ان اي الغريب، للفورين دي ان اي؟ بيعمل له كليفج عن طريق انه بيتعرف على الفورين دي ان اي، بيروح يتعرف على سيكونس معين. السيكونس ده بنسميه ايه؟ بنسميه الريكوجنيشن سيكونس. يبقى الريستريكشن انزيمز، البكتيريا بتفرز ريستريكشن انزيم يروح يتعرف على سيكونس معين في الفورين دي ان اي. بسمي السيكونس ده ايه؟ بسميه ريكوجنيشن سيكونس. يبقى الريستريكشن انزيم اول ما بيتفرز من البكتيريا بيعمل ايه؟ ريكوجنايز سبيسيفيك دي ان اي سيكونس. السبيسيفيك دي ان اي سيكونس دي اول ما بيعمل لها ريكوجنيشن بيعمل ايه؟ بيعمل كات او كليف للدي ان اي الغريب اللي هو الفورين دي ان اي او الفيرال دي ان اي. تمام؟ ده ايه؟ ده ريستريكشن انزيم. طب السيكونس دي اللي هو بيعمل لها ريكوجنايز اسمها ايه؟ اسمها الريكوجنيشن سيكونس. الريكوجنيشن سيكونس دي عباره عن ايه؟ عباره عن سيكونس صغيره، شورت سيكونس، من كام لكام بيس بير؟ من حوالي من 4 to 8 بيس بير. من 4 to 8 بيس بير ده اللينس بتاعها. تمام؟ ده كان بالنسبه لاول حاجه عندنا. يبقى الريستريكشن انزيمز هي طبيعتها ايه؟ طبيعتها ان عباره عن دي انزيمز بتفرز عن طريق البكتيريا. طب البكتيريا بتستخدمها كايه؟ بتستخدمها كديفنس ميكانيزم، خط دفاع للبكتيريا ضد ايه؟ ضد الاعداء، ضد الانفيدر اللي هو ايه؟ اللي هو البكتيريوفيج. اول ما يجي البكتيريوفيج يدخل الجينوم بتاعه الدي ان ايه، تقوم البكتيريا عامله ايه؟ عامله بروديوس ريستريكشن انزيم. يروح يعمل ايه الريستريكشن انزيم؟ يروح يتعرف على سيكونس معين اسمه ايه؟ اسمه ريكوجنيشن سيكونس. الريكوجنيشن سيكونس ده اللينس بتاعه بيبقى من 4 ل 8 بيس بير. اول ما بيتعرف عليه بيعمل ايه؟ بيعمل كات او كليفج للفورين دي ان ايه اللي هو الفيرال دي ان ايه. ده كده بالنسبه عندنا للريستريكشن انزيم. يبقى طبيعتها هي موجوده فين؟ موجوده في البكتيريا. طب ليه البكتيريا بقى بتفرز ريستريكشن انزيم؟ ليه البكتيريا بتفرز ريستريكشن انزيمز؟ اول حاجه عندنا هنحكي التفاصيل تاني. بكتيريوفيج انفكت ا بكتيريا inject its DNA into a bacteria. ادي عندي اهو البكتيريوفيج بتاعي. هيعمل ايه البكتيريوفيج ده؟ هيروح يعمل انجكت للدي ان اي بتاعه، ده الدي ان اي بتاعه هيدخله جوه البكتيريا. طيب البكتيريا عندنا ده الجينوم بتاعها، هتعمل ايه؟ هتفرز لي عندي ريستريكشن انزيم. هيروح الريستريكشن انزيم دي الدي ان اي الغريب اللي هو الفورين دي ان اي، هيعمل له ايه؟ هيعمل سكان الدي ان اي ده وهيتعرف على سيكونس معينه بسميها الريكوجنيشن سيكونس.
بعد ما يتعرف على الريكوجنيشن سيكونس هيعمل ايه؟ هيعمل كليفج للدي ان اي ده، فهيحوله ايه؟ هيحوله لتو فراجمنت، يعني هيقطع عند الدي ان اي. هو بيعمل ايه؟ بيعمل ريستريكشن للجينوم بتاع الفيرال عشان يعمل له ايه؟ عشان يحمي البكتيريا من الانفيدر، من الاعداء. يبقى كل اللي بيعمله بيعمل كليفج، بيقطع الدي ان اي، الفورين دي ان اي. طب سؤال هنا بسيط. انا دلوقتي قلنا ايه؟ قلنا البكتيريا ار اي بيعمل ايه؟ بيعمل ريكوجنايز لسبيسيفيك سيكونس ان ذا فورين دي ان اي. السبيسيفيك سيكونس اللي هي ريكوجنيشن سيكونس. طب بعد ما بيتعرف على الريكوجنيشن سيكونس بيعمل ايه؟ بيعمل كات للفورين دي ان اي انتو فراجمنت، بيعملوا عمليه فراجمنتيشن. طب بعد كده بريفنت ريبليكيشن اوف ذا فيروس. هو الغرض انه يمنع ان الفيروس يعمل ايه؟ يعمل اللايتك سايكل ويعمل ريبليكيشن، وفي الاخر يعمل ايه؟ يعمل انفجار للبكتيريا سيل. فالبكتيريا بتستخدم ريستريكشن انزيم كديفنس ميكانيزم ليها، يقطع الفيرال دي ان اي. بيقطعه ازاي؟ عن طريق انه بيتعرف على سيكونس اسمها ريكوجنيشن سيكونس، اول ما يتعرف عليها يعمل لها ايه؟ يعمل كليفج للفورين دي ان اي. طيب ولكن بقى سؤال مهم، احنا دلوقتي قلنا في ريكوجنيشن سيكونس من 4 to 8 بيس بير. ازاي البكتيريا بتحمي نفسها من ريستريكشن انزيم؟ احنا دلوقتي عندنا البكتيريا سيل اهي بتفرز ريستريكشن انزيم. الريستريكشن انزيم بيروح يتعرف على الفورين دي ان اي، بيتعرف على ريكوجنيشن سيكونس، اول ما بيتعرف على ريكوجنيشن سيكونس بيعمل الكليفج. طب ازاي بقى البكتيريا بتحمي نفسها من ريستريكشن انزيم؟ البكتيريا بتحمي نفسها من ريستريكشن انزيم عن طريق ايه؟ عن طريق انزيم اسمه ميثايل ترانسفيريز. يبقى البكتيريا عندنا بروتكت الدي ان اي بتاعها، بتحمي الدي ان اي بتاعها عن طريق انزيم اسمه ايه؟ ميثايل ترانسفيريز. ايه اللي بيعمله الانزيم ده؟ الانزيم ده بيعمل اد الميثايل جروب على الهوست جينوم، على الدي ان اي بتاع البكتيريا. فلما بيحط الميثايل جروب اللي بيحصل؟ بيمنع ريستريكشن انزيم انه يعمل كليفج للدي ان اي بتاع البكتيريا. يبقى البكتيريا بتفرز الار اي، بتفرز ريستريكشن انزيم. ازاي البكتيريا بتحمي نفسها من ريستريكشن انزيم؟ عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها ميثايليشن، عن طريق ان في انزيم اسمه ميثايل ترانسفيريز. ده بيعمل ايه؟ بيعمل اد الميثايل جروب عشان يحمي البكتيريا من ان يحصل لها كليفج عن طريق ايه؟ عن طريق الريستريكشن انزيم. طب الميثايل ترانسفيريز مع الريستريكشن انزيم الاثنين مع بعض بسميهم ريستريكشن موديفيكيشن سيستم. يبقى البكتيريا عندها ريستريكشن موديفيكيشن سيستم. ايه هو؟ الريستريكشن موديفيكيشن سيستم بيتكون من تو انزيمز، ايه هم؟ ريستريكشن انزيمز والميثايل ترانسفيريز. الريستريكشن انزيمز ده بيروح يعمل ايه؟ بيروح يتعرف على الريكوجنيشن سيكونس اللي موجوده في الفورين دي ان اي، وبيعمل كليفج للفورين دي ان اي. طب الميثايل ترانسفيريز، الميثايل ترانسفيريز ده بيحمي الدي ان اي بتاع البكتيريا من الريستريكشن انزيم. يبقى عندنا ريستريكشن موديفيكيشن سيستم عندنا بيتكون من حاجتين، من الريستريكشن انزيم ومن الحاجه الثانيه اللي هي ميثايل ترانسفيريز. الاثنين بيشتغلوا مع بعض. الميثايل ترانسفيريز بيحمي الدي ان اي بتاع البكتيريا، بينما ده اللي بيروح يتعرف على الريكوجنيشن سيكونس، وما بيتعرف عليها بيعمل ايه؟ بيعمل كليفج. طيب ولكن في ملحوظه مهمه، لما الريستريكشن انزيم بيروح يعمل ايه؟ بيروح يتعرف على الريكوجنيشن سيكونس اللي هي من 4 to 8 بيس بير، ما بيعملش كليفج عند المنطقه دي بالظبط. طب الكليفج ده انا بقسمه لكذا حاجه، ممكن يتعرف على الريكوجنيشن سيكونس ويعمل كليفج بعدها فار اواي ريكوجنيشن سيكونس، وممكن يعمل كليفج نير الريكوجنيشن سيكونس، قريب من الريكوجنيشن سيكونس، وممكن يعمل كليفج او كات عند الريكوجنيشن سيكونس. طب ده ايه الفرق؟ الفرق عندنا هنا تايبس اوف ريستريكشن انزيمز. احنا بنقسم ريستريكشن انزيمز لفور تايبس. عندنا تايب 1 ريستريكشن انزيم ده بيعمل ايه؟ بيعمل كات فار اواي ريكوجنيشن سيكونس، يعني لما يجي ريستريكشن انزيم يتعرف على الريكوجنيشن سيكونس هو بيقطع بعدها. ده ايه؟ ده تايب 1. طب تايب 2، تايب 2 ده اشهر نوع بنستخدمه، تايب 2 ريستريكشن انزيم ده بيعمل ايه؟ بيعمل كات ات الريكوجنيشن سيكونس، بيقطع عند الريكوجنيشن سيكونس بالظبط او قريب منها. طب تايب 3، تايب 3 بيقطع قريب من الريكوجنيشن سيكونس بحوالي من 24 ل 26 بيس بير. ده ايه؟ ده بالنسبه للتايبس اوف ريستريكشن انزيمز هنقولها قدام، ولكن نفهم هنا ان القطع ممكن يحصل مكان الريكوجنيشن سيكونس او جنب الريكوجنيشن سيكونس او فار اواي الريكوجنيشن سيكونس according to type of restriction enzyme. ده كده بالنسبه لاول حاجه عندنا. يبقى اول حاجه عندنا قلنا restriction enzyme هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن طول بستخدمها في الجيناتيك انجينيرنج،
طب ايه طبيعتها فين؟ طبيعتها موجوده في البكتيريا كايه؟ كديفنس ميكانيزم اجينست الانفيدر. البكتيريا بتفرز الانزيمز دي لما بيجي عندها انفيدر اللي هو البكتيريوفيج، بحيث انها تعمل ايه؟ بحيث ان الريستريكشن انزيم يروح يتعرف على ريكوجنيشن سيكونس. الريكوجنيشن سيكونس دي من 4 to 8 بيس بير. اول ما يتعرف عليها يعمل ايه؟ يعمل كليفيج للفورين دي ان ايه، يحوله لفراجمنت، بحيث ان ايه؟ بحيث البكتيريا تستخدمه كخط دفاع، تستخدم ريستريكشن انزيمز كخط دفاع للبكتيريا اجينست البكتيريوفيج. طب ازاي البكتيريا بتحمي نفسها؟ بتحمي نفسها عن طريق الميثايل ترانسفيريز. وقلنا البكتيريا النظام اللي عند البكتيريا اسمه ايه؟ اسمه ريستريكشن موديفيكيشن سيستم، بيكون من الحاجتين دول، اللي هو ريستريكشن انزيم اللي بيعمل كليفيج، والميثايل ترانسفيريز اللي بيحمي الدي ان اي بتاع البكتيريا. طيب عندنا الار اي هي عباره عن ايه؟ ريستريكشن انزيمز endonuclease enzyme that recognizes specific nucleotide sequence in double-stranded DNA and hydrolyzes الفوسفوديستر bond. طب احنا دلوقتي شرحنا قلنا ازاي الار اي بيروح يتعرف على recognition sequence. هنا بقى نحكي ازاي القطع بيحصل. القطع عندنا بيحصل ادي عندي الدبل ستراندد. لو عندي الدبل ستراندد دي ان ايه، القطع بيحصل عن طريق بيعمل هيدروليسيس الفوسفوديستر بوند، البوند اللي موجوده في الباك بون وليس البوند الداخليه اللي هي الهيدروجين بوند. لازم نفرق، لازم تكون شفت محاضره الجيناتكس اللي احنا شرحنا فيها الاستراكشر اوف دي ان ايه عشان تفهم الحته دي، وتاني هنشرحها تاني. ادي عندي اهو الادينين. الادينين بيرتبط مع الثايمين بتو هيدروجين بوند، دي بنسميها الهيدروجين بوند. اهي. والجوانين بيرتبط مع السيتوسين بكام هيدروجين بوند؟ ب 3 هيدروجين بوند، دي الهيدروجين بوند بتاعتي. طب البوند الجانبيه اللي هي بين الادينين والسيتوسين اللي موجوده على الباك بون ده بسميها ايه؟ بسميها فوسفوديستر بوند. طب الريستريكشن انزيم بيعمل ايه؟ الريستريكشن انزيم بيجي يتعرف على الريكوجنيشن سيكونس، ولما بيتعرف على الريكوجنيشن سيكونس في الفورين دي ان ايه بيعمل ايه؟ بيعمل هيدروليسيس للفوسفوديستر بوند، البوند اللي موجوده دي على الدبل ستراند دي ان ايه، فعمل ايه؟ عمل كليفيج، عمل فراجمنت، يعني بقى عندي بدل ما عندي دي ان ايه اهو، لا هو خلاه كده. عن طريق ان هو عمل ايه؟ عمل كليف للفوسفوديستر بوند ان within both ستراند في التو ستراند بتوع الدي ان بتاعي. تمام؟ دي كده الحته ازاي الار اي بيقطع. يبقى هو بيقطع ايه؟ بيقطع الفوسفوديستر بوند اللي موجوده في الباك بون بتاع الدي ان ايه. طيب هنخش على حاجه جديده عندنا هي الريكوجنيشن سيكونس. ايه هي بقى الريكوجنيشن سيكونس؟ عايزين نشرحها بالتفصيل. اول حاجه عندي الار اي. الار اي لما بيروح يتعرف على الريكوجنيشن سيكونس قلنا اول معلومه عندنا اللي هي السيكونس دي بتبقى من كام لكام بيس بير؟ بتبقى من 4 to 8 بيس بير. دي الريكوجنيشن سيكونس بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن شورت دي ان سيكونس اللي هي ايه؟ الريكوجنيشن سيكونس من 4 to 8 بيس بير. طب بديها اسم بالندروميك سيكونس. طيب انا قبل ما اخش على الكلام ده انا بتكلم على التايب 2 ريستريكشن انزيم وده الشائع. طب بالنسبه لباقي التايبس هنشرحهم ان شاء الله قدام. طب يعني ايه بالندروم؟ كلمه بالندروميك سيكونس يعني ايه الكلمه دي؟ اول حاجه عندنا هندي مثال عندنا الايكو ار 1 ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ريستريكشن انزيم. طب الاسم ده جاي من فين؟ هنشرحه قدام. ايكو ار 1. الايكو ار 1 ده الريستريكشن انزيم، ده ايه؟ ده الريكوجنيشن سيكونس بتاعته. الريكوجنيشن سيكونس دي تمام هي عباره عن ايه؟ عباره عن 5 برايم جوانين ادينين ثايمين سيتوسين 3 برايم. ده الخط اللي فوق. طب اللي تحت الستراند اللي تحت 5 برايم جي اي تي سي 3 برايم. دي معنى كلمه بالندروم. كلمه بالندروم معناها ان احنا بنقرا نفس ذا سيم فورورد اند باكورد. يعني ايه؟ لو قرات من هنا 5 برايم ل 3 برايم هي لو قرات من هنا 5 برايم ل 3 برايم. هنشبهها بكلمه مدام. دي قرات مدام من الشمال لليمين مدام، من اليمين للشمال مدام. تمام؟ دي معنى كلمه بالندروميك سيكونس. يبقى اول حاجه عندنا قلنا ايه؟ ريكوجنيشن سيكونس. دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن سيكونس من 4 to 8 بيس بير. السيكونس دي بتمتاز بحاجه اسمها ايه؟ اسمها بالندروم. يعني ايه بالندروم؟ بالندروميك سيكونس معناها ان لما باجي بقرا الخط من فوق من الفورورد نفس الباكورد، يعني من 5 برايم ل 3 برايم هي من 5 برايم ل 3 برايم. طب ده هيفيدني بايه؟ هنقوله دلوقتي. انا عندي ده الريكوجنيشن سيكونس اللي موجود ايه؟ اللي موجود في الدي ان بتاعي الفورين دي ان مثلا. هيجي الايكو ار 1 هيتعرف على الريكوجنيشن سيكونس دي وهيقطع عندها. فلما يجي يقطع هيقطع من الحته دي من عند الجي اللي عند 5 برايم تحت والجي اللي عند 5 برايم فوق. فيدينا ايه؟ هيدينا الشكل ده. هو دلوقتي قطع، جه قطع الفوسفوديستر بوند اللي بتربط التو نيوكليوتايد دول ببعض اللي موجوده في الباك بون، مش البوند اللي موجوده في الداخل اللي هي موجوده على اللادر بتاع السلم اللي هي الهيدروجين بوند. وجه قطع ايه؟ قطع الفوسفوديستر بوند فادانا الشكل ده. الشكل ده بسميه ايه؟ بسميه ستيكي اند.
ستيكي انز او كوهيزيف انز، دي او دي. طب يعني بقى كوهيزيف اند او ستيكي اند؟ ستيكي اند معناها one strand overhang. one strand overhang دي بسميها ستيكي اند. طب دي بتفيدني بايه؟ بتفيدني لما نيجي نشرح الجيناتيك انجينيرنج، لما نيجي نشرح عندنا الريكومبيننت دي ان ايه، الحته دي بتفيدني في اللايجيشن. انا دلوقتي لما اجي ايه؟ لما اجي اعمل ايسوليشن للانسولين جين، لما بعمل ايسوليشن للانسولين جين فروم هيومن بستخدم ريستريكشن انزيم. نفس الريستريكشن انزيم بستخدمه مع البلازميد اللي باخده من البكتيريا. ليه؟ ليه نفس الريستريكشن انزيم؟ عشان بيعمل لي عندي الستيكي اند دي. فالستيكي اند دي بتساعد عندي عمليه اللايجيشن. لما اجيب الدي ان ايه الغريب اهو، ده عندي مثلا الدي ان ايه اهو، الدي ان ايه عندي اهو مكون ستيكي اند، وده عندي البلازميد في ستيكي اند برضه اهو. طيب ده هيفيدني بايه؟ هيفيدني ان ده لما الدي ان ده بيروح يركب على البلازميد ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كومبلمنتري بتوين ذيم عشان هم نفس الستيكي اند. فدي ان شاء الله هنشرحها قدام. يبقى اول دي بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الريكوجنيشن سيكونس. قلنا الريكوجنيشن سيكونس عباره عن ايه؟ عباره عن سيكونس من 4 to 8 بيس بير. طب السيكونس دي بسميها بالندروم. يعني ايه بالندروم؟ يعني ريد سيم فورورد اند باكورد، يعني نفس الكلمه من 5 برايم ل 3 برايم هي من 5 برايم ل 3 برايم في الخط في الستراند اللي تحت. تمام؟ زي دي 5 برايم ل 3 برايم نفس هي من 5 برايم ل 3 برايم. طب ده بيفيدني بايه؟ بيفيدني مثلا زي الانزيم الايكو ار 1 لما يجي يقطع هنا بيكون لي ايه؟ بيكون لي عندي ستيكي انز. طب الستيكي انز دي اهميتها ايه؟ ان شاء الله هنقولها في المحاضره الجايه. ده كان بالنسبه عندي للريكوجنيشن سيكونس. طب اخر حاجه نخش عليها هو nomenclature of restriction enzymes. nomenclature of restriction enzymes عندنا restriction enzymes انا بسميها تبعا لايه؟ تبعا للبكتيريا سورس بتاعها. يبقى nomenclature of restriction enzymes assign restriction enzymes. The name of restriction enzyme is derived from its bacteria source على حسب البكتيريا سورس. اشهر مثال عندنا لريستريكشن انزيمز هو الايكو ار 1. ليه اسمه ايكو ار 1؟ اسمه ايكو ار 1 ايكو ار 1 لان ايدي تدل على ايه؟ تدل على الجينس بتاعي اللي هو الاشيريشيا. طيب الكو دي الكولاي السبيشيز اللي هو الكولاي. طب الار ده الستريم بتاعي اللي هو ار واي 13. طب ال1 اللاتيني دي تدل على ان ده first enzyme isolated from that strain. يعني ده اول انزيم عملنا له ايزوليشن من السترين اللي هي الار 1 13. تمام؟ يبقى النيمونكليتشر اوف ريستريكشن انزيم. يعني ايه نيمونكليتشر؟ يعني التسميه بتاعت الريستريكشن انزيم. احنا بنسمي الريستريكشن انزيمز تبعا لايه؟ تبعا للبكتيريا سورس بتاعها. مثال عندنا الايكو ار 1. ليه اسمها ايكو ار 1؟ اسمها ايكو ار 1 الاي تدل على الجينس اللي هو الاشيريشيا. الكو تدل على السبيشيز اللي هو الكولاي. الار ده السترين اللي هو الار واي 13. ال1 دي معناها ايه؟ دي معناها ده فيرست انزيم، ده اول انزيم حصل له ايزوليتد فروم ذات سترين من السترين ده. ده ايه مثال عندنا الايكو ار 1. طب عندنا مثال ثاني الهايند 3. الهايند 3 ده اول ريستريكشن انزيم تم اكتشافه. طب ده مستخلص من ايه؟ البكتيريا سورس بتاعه هيموفيليوس انفلونزا. ده ايه؟ ده الهايند 3. الهايند 3 ده اول ريستريكشن انزيمز حصل له ديسكفري. طب الايكو ار 1 ده اكتر ريستريكشن انزيم بنستخدمه في عمليات ايه؟ الريكومبيننت دي ان ايه. تمام؟ ده كده بالنسبه للنومنكليتشر عندنا. يبقى ده كده بالنسبه لكل ريستريكشن انزيم. يبقى الريستريكشن انزيم هي عباره عن ايه؟ عباره عن اندونيوكليس انزيم بتقطع داخل الدبل ستراند دي ان ايه عن طريق بتتعرف على سيكونس اسمها ريكوجنيشن سيكونس. اول ما بتتعرف عليها بتعمل الكليفج بتاعها. وقلنا الكليفج بيختلف طبقا لايه؟ طبقا لنوع ريستريكشن انزيم. طب دي طبيعيه موجوده في البكتيريا. احنا بقى خدنا ريستريكشن انزيم دي عملنا لها ايزوليشن من البكتيريا وبقينا نستخدمها فين؟ بقينا نستخدمها في الجيناتيك انجينيرنج. وده ان شاء الله اللي هنقوله في المحاضره الجايه. تمام؟ طيب اخر حاجه عندنا عاوزين نفرق بين كلمه اندونيوكليز واكسونيوكليز. ايه الفرق بين الاثنين؟ كلمه اندو معناها انسايد، اكسو معناها اوتسايد. طب ايه الفرق؟ اندونيوكليز معناها اللي بيحصل كليفجي الفوسفوديستر بوند within nucleic acid chain. 2 or more fragment بيتكونوا. ازاي؟ انا دلوقتي لو ده عندي دي ان ايه معنى كلمه اندونيوكليز اللي بيقطع انسايد الدبل ستراندد. دي معنى كلمه انسايد. معنى كلمه ايه؟ اندو اللي بيقطع انسايد بداخل الدبل ستراندد دي ان ايه. طب اكسو معناها اوتسايد ريموف نيوكليوتايد فروم اند. يعني انا دلوقتي لو ده عندي دي ان ايه ودي عندي 3 برايم اند
من 5 برايم اند. الاكسو يشيل نيوكليوتايد مع الاطراف، مثلا لو عندي اكس نيوكليس بيقطع من عند 3 برايم، هيعمل ايه؟ هيبدا يشيل نيوكليوتايد من هنا، بعدها نيوكليوتايد، هيشيل نيوكليوتايد باي نيوكليوتايد. طب اكس نيوكليس بيقطع من عند 5 برايم اند، هيفضل برضه يشيل ايه؟ نيوكليوتايد، بعد كده يشيل نيوكليوتايد، بيقطع من على الاطراف، ده ايه؟ ده اللي اسمه الاكس نيوكليس، وده بيتطلب ايه؟ ده عايز فري اند، لازم فري اند تبقى موجوده عند ال 5 برايم او 3 برايم، بينما الاندو مش عايز فري اند، ليه؟ لانه بيقطع انسايد دبل ستراند دي ان اي، بيقطع انسايد الدبل ستراند دي ان اي. ده بالنسبه عندنا من كلمه اندونيوكليز واكس نيوكليز. طب الريستريكشن انزيم عباره عن ايه؟ الريستريكشن انزيم هي عباره عن اندونيوكليزيس انزيم. ده بالنسبه لحاله النهارده على الريستريكشن انزيمز. في السريع هنقول اهم حاجه قلناها. اول حاجه عندنا ريستريكشن انزيم قلنا ان هي عباره عن ايه؟ انزيمز بيحصلها بروديوسد باي بكتيريا، دي بتتفرز عن طريق البكتيريا وبعد الاركيا، تمام؟ طب هي بتتفرز ليه؟ كخط دفاع، كديفنس ميكانيزم اجينست الانفيدر اللي هو البكتيريوفيج. لما البكتيريوفيج بيعمل انجكت للدي ان بتاعه، البكتيريا بتفرز ريستريكشن انزيم عشان يروح يعمل ايه؟ يروح يتعرف على الريكوجنيشن سيكونس ويعمل كليفج للفورين دي ان اي ده، كمان كديفنس ميكانيزم. طب قلنا عندنا السيكونس دي اللي هي الريكوجنيشن سيكونس بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن بالندروم، يعني ايه؟ يعني بتتقري سيم فورورد اند باكورد، لو قريتها من 5 برايم ل 3 برايم هي من 3 برايم ل 5 برايم. طيب قلنا عندنا الريستريكشن انزيم، ازاي البكتيريا بتحمي نفسها من الريستريكشن انزيم؟ عن طريق انزيم اسمه ايه؟ ميثايل ترانسفيريز، بيتم اضافه مجموعه ميثايل على نفس السيكونس، نفس الريكوجنيشن سيكونس اللي موجوده في الفورين دي ان اي، وراح يتعرف على الفورين دي ان اي، راح يتعرف على الريكوجنيشن سيكونس، نفس الريكوجنيشن سيكونس دي موجوده في الجينوم بتاع البكتيريا، فالبكتيريا بتحمي نفسها عن طريق ايه؟ عن طريق انها بتضيف ميثايل جروب على نفس الريكوجنيشن سيكونس اللي موجوده عندها، تمام؟ وقلنا السيستم ده بنسميه ريستريكشن موديفيكيشن سيستم، اللي هو بيكون من حاجتين، ريستريكشن انزيم وميثايل ترانسفيريز. النيمنكليتشر تبقى لايه؟ تبقى للبكتيريا سورس، مثلا عندنا الايكو ار 1 فروم اشيريشيا كولاي ار واي 13 سترين، وقلنا كلمه 1 معناها ان ده اول انزيم حصل له ايزوليتد من السترين دي اللي هي الار واي 13. وقلنا مثال تاني اللي هو الهايند 3 ذا فيرست ريستريكشن انزيمز، ده اول ريستريكشن انزيمز حصل له ايزوليشن او ديسكفر، اللي هو الهايند 3 فروم ايه؟ فروم هيموفيليوس انفلونزا. ده كان بالنسبه لحلقه النهارده، وان شاء الله الحلقه الجايه هنتكلم على تايبس اوف اند، وهنتكلم على حاجه اسمها البيس كاتر.